لو عايز تيجي امريكا دراسه مفيش غير حلين بس. طبعا الحل الاول اللي هو كلنا عارفينه، ان انت تكون معاك اللغه ومعاك كشف الحساب البنكي ومعاك شهاده الثانويه العامه بتاعتك مترجمه بدرجه عاليه، تقدر ان انت تقدم على جامعه على طول بسكولارشيب كويسه، قصدي بمنحه جزئيه من الكليه. وفي الاخر ممكن تصفصف ان انت تدفع نفس فلوس الكوميونتي كولج. الكلام ده لو انت بره امريكا ومعكش اي حاجه او اي فيزا لامريكا. بس لو انت في امريكا هنا فانت معفي من اللغه وتقدر تدرس في اي مكان انت عايزه. طيب ايه الحل التاني بقى؟ ده هيعجب ناس كتير جدا يعني اعتقد، انك انت تقدم زيي على مدرسه لغه، بس لازم تكون اللغه كويسه بتاعتك، على الاقل تعرف تتعامل في السفاره. كل برضه اللي مطلوب منك كشف حساب بنكي وشهاده الثانويه العامه بتاعتك بس طبعا لو محتاج كونسلتيشن انت ازاي تتعامل مع السفاره وازاي تخلص الاوراق بتاعتك، تقدر تتواصل معايا وان شاء الله ممكن نبدا ان احنا نساعدك ونشتغل معاك. طبعا لو محتاج اي اسئله تقدر انت تكتبها في الكومنت، وما تنساش اللايك والفولو. اوكي، وزي ما انتم عارفين انا برد على كل الناس، فهتقدر ان انت تتواصل معايا باي وقت.